مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناة البغدادية مع لقاء المتجدد في استوديو التاسعة، نرصد لكم فيه أهم الملفات العراقية، وملف سقوط مدينة الموصل ومحافظة نينوى أم الربيعين بيد الإرهاب، إرهاب داعش. من الممكن وصفها بأنها قضية العام 2014، لأن تداعيات ما حدث لم يكن على المدينة التي كانت آمنة أو تسعى لتعزيز أمانها، وإنما كانت على العراق ككل. سقوط نينوى بيد الإرهاب ملف يجب أن يفتح بجرأة وبقوة وبصراحة، من أجل أن نعرف الحقيقة وأن نحاسب المقصرين الحقيقيين مهما كانت مناصبهم في السابق أو الآن، مهما كانت مناصب المقصرين أو الفاسدين الذين أضاعوا الأمن في نينوى وأوصلوا الإرهاب إلى نينوى، يجب محاسبتهم. واليوم يبدأ الملف. كيف سقطت مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي؟ ما هو موقف محافظ نينوى أثيل النجيفي من تداعيات الأحداث؟ شفنا في قصر النجفي في دارهم نستضيف يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك، شفنا في قصر النجفي في دارهم نستضيف يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك. ما هو دور القادة والضباط الفضائيين في سقوط أم الربيعين؟ لا تقول لي قائد انا ورتبة الشق الحلق، لا تقول لي قائد انا واحرس لك العتبة، لو انت فعلا بطل ما تنزع الرتبة. لا تقول لي قائد انا الماينة والهوى، لو انت ضابط صدق ما سلمت نينوى، لو انت ضابط صدق ما سلمت نينوى. رئيس الاركان طفر، ضبط الامن طفر، كله طفرت، القياده كلها طفرت بفضل الله. تنزع رتبتك ولك وتنسهلك وناسك، وبسطال جندي صمد بسطاله في راسك. قله اذا مو قدر قله تعال يا جندي فلاني، شوف جندي مميز طلع بالشارع قله تقود الجيش، اول واحد انا اروح وياه اقاتل. وسيكون معنا في هذا الملف هذا اليوم سيادة محافظ نينوى الأستاذ أثيل النجيفي مباشرة معنا من أربيل. أستاذ أثيل، السلام عليكم. لكم بالبداية كلمة أولى قبل أن نبدأ، لربما شحذ الذكريات بما لديكم حتى نعرف من المقصر حقيقة. كلمة أولى لك والشعب العراقي كله يشوفك ويستمع لك، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا سعيد جدا أن تعود البغدادية كما كانت صوت، وخصوصا استوديو التاسعة صوت ننتظره كل يوم لنسمع فيه جديد ونسمع فيه مهم. اليوم أن نعود مرة ثانية إلى فتح ملف الموصل، وإن كنا نسعى اليوم إلى ما هو غير ذلك، نسعى إلى تحرير الموصل وأن نتجاوز تلك الفترة أحيانا حتى بعض السلبيات الموجودة فيها لا نتحدث فيها كثيرا، لأننا مهمتنا الآن هي كيف نستعيد هذه المدينة من أيدي داعش. ولكن أما والحديث هو عن تداعيات انهيار الأمن في مدينة الموصل، فعلينا أن نعرف أولا كيف تفكر كانت الحكومة السابقة في الموصل. كانت الحكومة السابقة ترى الموصل ليست لها، والحقيقة لم تكن تفرق كثيرا ما بين داعش وبين أي معارض يعارضها، وأعتقد هذه هي المشكلة أن كثير من الأجهزة الأمنية كانت مهتمة بملاحقة السياسيين
وكيف ضمان أو يضمنون نجاحها في الانتخابات أو ضمان سيطرتها أكثر من ملاحقتها للإرهابيين الحقيقيين. لهذا كان تريدها الكثير من التقارير الوهمية وتستعين بهؤلاء الضباط الذين يقدمون التقارير الوهمية طالما أنهم يعلموها بأن لا لديهم ولاء سياسي لها. من المفارقات الغريبة التي لم أكن أستطيع أن أذكرها في المرحلة السابقة حفاظا عليهم على أولئك القادة، أن بعض القادة الأمنيين، بعض يعني قادة الفرق وحتى قائد العمليات، كان يتصل بي ولكن يطلب مني أن لا يكون هذا الاتصال أمام الإعلام أو أن لا أعلن أنني أتصل به، ويقول ما أن يسمع السيد القائد العام بأنني أتصل بالمحافظ حتى يقيلني من وظيفتي هذا من اللي أو كان يقول يستبعدني أو ينقلني إلى مكان آخر. هذه القضية حدثت مع أكثر من ضابط عندما تحسنت العلاقات معهم. منو اللي كان بالضبط يقول لك يعني قائد العمليات نفسه؟ ولهذا هذه العلاقة التي كانت موجودة. منو اللي كان يقول لك بالضبط قائد العمليات نفسه؟ الفريق مهدي الغراوي كان يقول لك قائد عمليات ما كان باسم الغراوي سابق، باسم الطائي كان سابقا، باسم الطائي كان باسم الطائي او كان علي الفريجي. الشخصيتين لم تكن لدي اي علاقه سيئه معهم، بل على العكس كان هناك الاسم الاول يشتغل وهناك تواصل فيما بيننا، ولكن هم ايضا كانوا يخافون ان يظهر هذا التواصل امام الاعلام. بس دقيقه، انا بس ارجوك سياده المحافظ، تدري انت ابن الموصل، فلما تحكي باسماء يمكن ابن البصره ما يعرفهم، بس ارجوك وضحهم، قول فلان اللي يحل منصب فلان شيء او يشتغل فلان شيء حتى نعرفه، لان الان مو كل الاسماء تعرفها الناس. نعم. يعني الاسم اللي ذكرتهم ايش يشتغلون مثل اول اسم؟ ايه تفضل. فريق باسم الطائي الآن هو قائد عمليات البصرة وكان قائد عمليات نينوى. الرجل محترم، لم تكن بيننا وبينه أي سوء علاقة، بل كان متواصل فيما معنا. أيضا الفريق علي الفريجي أيضا كنا يعني بيننا احترام متواصل واتصالات دائمة ولم يكن هناك أي سوء علاقة، ولكن الاثنين أمام الإعلام لم يكونوا يتصلون. بل حتى الغراوي نفسه بالفترة الأخيرة كان يقول لي أنا لا أبالي حتى وإن أمام الإعلام إذا حدث أي شيء، ولكن لا أستطيع أن أظهر أمام الإعلام معك. طيب سؤال. هذا الصورة التي كانت موجودة في بغداد بأن كل من يتصل بالمحافظ هو موالي للمحافظ، ومعناها أنه غير بعيد عن المالكي أو معادي للمالكي، وبالتالي لابد أن يتخذوا مثل هذه الصورة لإرضاء المالكي. طيب لربما سؤالي هنا أنه يعني سيادة المحافظ يعني نفهم أنه علاقتك بالغراوي ما كانت جيدة، هذا جاي له، لكن جاي له، بس أريد أسألك سؤال محدد. تعرف إحنا ليش نفتح الملف الآن؟ أنت لازم أنت شخصيا تسعى إلى فتح الملف. هناك من يتهمك سيادة المحافظ أن أنت اللي سلمت نينوى، وأنت نعم. الآن جاي قاعد بخيمة حتى تريد تحرر نينوى. طلع نائب بالبرلمان اتهمك هذا الاتهام الأخ عبد الرحمن الويزي وسماك محافظ الفيسبوك. يعني لهذا لازم انت اول واحد تقول لنا شلون ضاعت الموصل. تعليق قبل ما نشوف، انا استعرض شهاده فريق نادي الغراوي، بس تعليقك سياده المحافظ تفضل. استاذ انور، انا استمعت الى الحقيقه بعد ذلك استمعت الى لقائك مع السيد النائب، والحقيقه كل اللقاء لا يستحق الرد. يعني انا ارجو ان نرتفع عن مثل هذه. طيب انا راح نرتفع، بس نبدي برنامجكم برنامج يعني أنا يعني اوصفه بانه برنامج راقي. لا ندخل في سجالات صغيره. المهم انا اتحدث عن قضيه الموصل. لا بس حقك يا سياده المحافظ، بس فعلا قضيه مهمه. بالتاكيد الحق اول متضررين مما حدث هو انت تتحمل مسؤوليه. المواطن يتضرر بس يحمل مسؤوليه علما للقائد. يقول لك القائد لو ما هو وصلنا للحل ما وصلت، هذا ابن الموصل يقوله، لكن نعم. انت من تيجي توضح له الحقائق تختلف لربما الصوره. انا ارجوك ان نتابع ويانا الان هذا التقرير اللي هو جزء مما قاله الفريق مهدي الغراوي الى رويترز. الفريق مهدي الغراوي تحدث في تقرير موسع الى وكاله رويترز الاخبار بمقاربه صوتيا. نقدم لكم هذا الجزء ونشوف تعليقات سيادة المحافظ النجيفي عليه.
نشوف. أول شيء لابد أن أوضح إن هم يريدون كبش فداء وضحية للاتفاقات والتحالفات اللي للأسف تخلي النخب السياسية والعسكرية في العراق نفس مواقعها. هم نفسهم يريدون تحميلي أخطاء نظام متصدع. هذه هي الحقيقة. هم يريدون إنقاذ أنفسهم من تلك الاتهامات. لهذا أني أطالب وبشدة أن يكون هناك تحقيق يشمل أعلى القادة والقيادات الأمنية والعسكرية في مدينة الموصل، ولازم كل واحد يقول اللي عنده حتى الناس تعرف الحقيقة. طبعا أحداث انهيار الأمن وسيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل وعلى محافظة نينوى ككل يخلينا نرجع إلى يوم 6 حزيران 2014. دخل أفراد تنظيم داعش 5 أحياء وكان عددهم بالمئات. دخلوا 5 أحياء من نينوى من مدينة الموصل، لكن العدد ارتفع إلى حدود 2000 مقاتل من هذا التنظيم. كان خط الدفاع الأول عن مدينة الموصل هو اللواء السادس الفرقة الثالثة من الجيش العراقي. للأسف على الورق كان قوام اللواء 2500 مقاتل، أما الواقع فكان أقرب إلى 500 رجل فقط، لأن اللواء أيضا كانت تعوز الأسلحة والذخائر والاستعداد. ولا بد أن أقول أنه تم نقل المشاة والمدرعات والدبابات بوقت سابق من نينوى إلى الأنبار، واستشهد عندنا بحدود 6000 جندي وهرب من الخدمة بحدود 12000. ولهذا لم يبقى في الموصل ولا دبابة واحدة، والمدينة كانت تعاني من نقص المدفعية أيضا. كانت هناك أيضا مشكلة الجنود الفضائيين، وهم مسجلين فقط في الدفاتر، يدفعون نصف راتبهم إلى الضباط، لكن لا يحضرون إلى الثكنات ولا يؤدون ما عليهم من واجبات. كان من المفترض أن يكون عدد رجال الجيش والشرطة بالمدينة بحدود 25,000، أما في الواقع فلم يكن العدد يزيد في أحسن الأحوال عن 10,000. لما تقدمت تنظيمات داعش الإرهابية على الطرف الغربي من حي 17 تموز وشافوهم رجال الشرطة من الكتيبة الرابعة، وكان ويا الدواعش سيارتين هنفي و15 شاحنة بيك اب، وتطلق النيران من المدافع الرشاشة بكثافة. أمرت القوات بتشكيل صف دفاعي لتطويق أحياء الموصل الغربية المحاصرة من جهة نهر دجلة. في نفس الوقت تلقيت اتصال هاتفي من القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي، أخبرني بضرورة الصمود والانتظار وصول الفريق أول ركن عبود قنبر نائب رئيس الأركان وزارة الدفاع، والفريق أول ركن علي غيدان قائد قوات البرية. ثاني يوم في يوم 7
حزيران التقيت بمحافظ نينوى السيد أثيل النجيفي. طبعا السيد أثيل كان عنده وجهة نظر بأدائنا وبوجودنا وبمبررات واتهامات ليست موجودة على أرض الواقع. أحد مستشاري السيد النجيفي سألني عن أسباب عدم قيامنا بهجوم مضاد، فأخبرته بأنه لا توجد لدينا قوات كافية. سيادة المحافظ تعليقك. حقيقة يعني جزء من هذا الكلام أنا أتفق فيه معه وجزء أختلف به. تفضل. الجزء الذي أختلف فيه بأنه يقول اتهامات لا مبرر لها، لا فعلا هي مبرر لها، والنتيجة أن هذه القناعة التي كانت لدينا قد أثبت الواقع وجودها. شنو هالاتهامات سيادة المحافظ؟ في يوم شت مسجل ملاحظات على قيادة العمليات. تفضل. حزيران وقبل شنو ملاحظاتك على قيادة العمليات؟ الملاحظات على قيادة العمليات أولا أنه كان هناك أولا كان هناك فساد كبير في قيادة العمليات، التدخل بأعمال مدنية بحتة بغرض الابتزاز المواطنين، وجود كثير من تهريب النفط والأعمال التي كانت معروفة ومشبوهة، اعتقالات للمواطنين وإطلاق سراحهم مقابل أموال. وللعلم كل قيادات داعش الموجودة الآن بالموصل كلها تم اعتقالها لدى قيادة العمليات وتم إطلاق سراحها مقابل مبالغ نقدية بالأسماء، نعرفهم ومعروفين ومسجلين كلهم. تم اعتقالهم بعد أسبوعين أو 3 يطلق سراحهم بمقابل مبالغ. هذه هي الصورة التي كنا نقول بأن الجيش في مثل هذه الحالة الذي يتساهل مع الإرهابيين ويصب جام غضبه على المواطنين الأبرياء لا يمكن أن يكون جيش مؤهل لقتال في مدينة مثل مدينة الموصل. نعم. هذه كانت مجمل وكنا ندق ناقوس خطر عندما يقولون لنا أنكم لا تشجعون الجيش. نحن كانت لدينا وجهة نظر مخالفة لهم، كنا نقول أننا ندق ناقوس خطر بأن هذا الجيش سينهار في يوم وستكون هناك مصيبة كبيرة، لكن مع الأسف أنهم كانوا يريدون أن نعطي صورة غير صحيحة عن الجيش العراقي الموجود في الموصل، وكل ما الذي يريدوه هو إرضاء قياداتهم في بغداد بأنهم متمكنون وأنهم قادرون، حتى ولو كانت هذه الصورة غير صحيحة. طيب. أعود أنا إلى يوم 7 حزيران الذي ذكروه. الحقيقة أنا ليس لي خبرة بالأعمال العسكرية، أرسلت على بعض القادة العسكريين الموجودين في داخل محافظة نينوى، وهم من كبار القادة المعروفين في الجيش العراقي السابق، وسألتهم عن الأوضاع وكيف يمكن معالجة مثل هذه الأوضاع وما رأيهم بالخط الدفاعي الذي أقامه قائد العمليات الموجود. كلهم قالوا أن أسلوب العمل وأسلوب القتال الذي تتبعه قيادة العمليات في الموصل هو أسلوب خاطئ، وشرحوا لي هذه الأسباب، وبعضهم من درس في كلية ساندهرست وأصبح شرح لي وضع القتال في المدن وكيف يجب أن يكون هذا القتال في داخل المدن، وأن هذا خط الصد إذا لم يستثمر ويكون هناك هجوم مضاد خلال فترة قصيرة فإن العكس هو الذي سيحدث، وأن القوى المعادية أو الإرهابيين هم الذين سيهجمون، ولهذا يجب السرعة في القيام بهجوم مضاد. عند ذلك ذهبنا إلى قيادة العمليات وشرحت له، قلت له فلان وفلان من الناس وهؤلاء هم قادتك أنت كانوا، وهم تعرفهم وتعرف مهنيتهم العسكرية العالية، وهذا هو رأيهم. وكان معي أحد أيضا من موظفي المحافظة، هو أيضا كان ضابط عسكري زميل لمهدي الغراوي في الخدمة العسكرية، وتحدث معه بنفس الأسلوب، لكن قال ليس لي قوات، ليس عندي قوات. بل حتى أن يعني حقيقة كان الموضوع مثير للريبة أنهم لم يكونوا يستطيعوا أن يتقدموا على قناص واحد كان واقف أو جالس في منارة الجامع وتنقطع الطريق أمام الناس. أمام هذه الظروف بس دقيقة إذا تسمح لي. لا نريد أن ندخل في التفاصيل. لا احنا نريد ندخل، احنا نريد نعرف من المقصر الرئيسي. لا بس اسمح لي. هذا الموضوع أنا كنت ألاحظ أن هناك عدم قدرة
من قيادة العمليات أو عدم جدية من قيادة العمليات على مسك الأرض وعلى القتال في داخل المدينة، ولكن كان هذا هو السبيل الوحيد المتيسر لدينا. لم يكن لدينا نحن لا قوة ولم يكن لدى لا سؤالنا بس دقيقة، اسمح لي، نقطة نظام صارت، نقطة نظام، دقيقة ساثيل المحافظة، حتى بس تسمعني التي هي يفترض أن تكون من شرطة المحافظة أو تحت سلطة المحافظة. القائد العام للقوات المسلحة قد سحبها إلى أروة قيادة العمليات وجعلها جميعا تحت قيادة العمليات، وبالتالي ليس هناك أي شيء نستطيع أن نقوم به. كان همي الأول هو كيفية تسليح أهالي الموصل لمقاومة ساثيل. تسمعني السؤال في حالة انهيار تسمعني بس سؤال القوات الموجودة هناك أو القوات الأمنية، يجب أن نلجأ إلى مواطني المحافظة. هذه هي الفكرة التي كانت لدي، ولكن مواطني المحافظة مع الأسف لم يكن لديهم أي سلاح يستخدمونه، ولهذا كنت يعني حريص على أن يكون هناك تسمعني الساثيل بس سؤال لدى المواطنين. بس دقيقة، إذا تسمعني عفوا، تسمعني الساثيل، جاوبني إذا تسمعني أو ما تسمعني. ما يسمعني الساثيل، من تسمعني الساثيل، لأن سؤال هنا مكانه. حضرتك تقول لي تسمعني الساثيل لو لا؟ خلاص خلينا نشوف المقطع الثاني، اللي يتحدث به الفريق مهدي الغراوي، ونرجع لسيادة المحافظ أثيل النجيفي. في نفس اليوم عرض رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إرسال قوات البيشمركة الكردية لتقديم العون، ووصل هذا العرض إلى المالكي إلا أنه رفض مرتين. أتكلم عن البداية كيف حصل على، وهم نشأوا في سوريا الحقيقة وتمددوا في سوريا وانتقلوا إلى العراق. وفي بداية ما انتقلوا إلى العراق في بداية السنة الحالية دخلوا إلى جنوب غرب الموصل، وكانوا يعني مجموعات قليلة وصغيرة. أنا اتصلت مع رئيس الوزراء مالكي نعم، وحذرت أنه في محاولات، لم يهتم بالموضوع، لم يأخذ الموضوع على محمل الجد. تمددوا واقتربوا من الموصل وبدأوا يكونون خلايا، وكانت عندهم خلايا نائمة. طبعا كما تعرفين الداعش وامتداد للقاعدة، يعني ليس تنظيم جديد وإنما تنظيم متطور، قاعدة متطورة، إلى أن دخلوا الموصل. طبعا حتى قبل دخولهم إلى الموصل أيضا أبدينا استعدادنا لإرسال قوات البيشمركة إلى الموصل، أيضا رئيس الوزراء رفض المالكي، رفض مساعدة البيشمركة. واسألوا رئيس أركان الجيش بابكر زيباري. والله أنا أشهد لله ما كان أكو مؤامرة، ما كان. ليش أقول لك؟ محافظ موصل كان يصيح الله يخليك فتقوة، حتى إذا بيشمركة ترى موصل راح يسقط. رئيس الأقليم طلب مني، شخصيا مني أنا طلب مني، قال موصل راح يسقط، خلينا نضع خلافات جانبا، خلي يقبل رئيس وزراء أدس بعض ألوية إلى الموصل، لأن ما يوجد احتياط لدى الجيش العراقي في الموصل، وإذا سقط موصل كلنا نخسر، العراق راح تخسر. بس ما وافق لماذا ما أدري. نعم، يعني طرح الموضوع على رئيس الوزراء. ماذا عن التحقيق الذي أعلنه؟ ما كان أكو تحقيق، وين أكو تحقيق؟ لجنة تحقيقية يا لجنة، سمي لي اسم لجنة، أنا ما سمعت. كلام كان يعني ما كان أكو شيء يعني. طيب أنا رحت يم دكتور سعدون وزير الدفاع، قلت هذا طلب من قائد مسعود، أرجوك تروح يم رئيس الوزراء تطلب منه. ما وافق، قال ما نريد بيشمركة يدخلون الموصل. طبعا هذا كان الجزء الآخر مع شهادات لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالفعل قدم اقتراح المساعدة ورفض المالكي، وكذلك السيد بابكر زيباري يؤكد أنه هذا الرفض بالفعل تم من المالكي. بابكر زيباري رئيس أركان الجيش، مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، مسؤولين يعني. والسيد أثيل النجيفي. أستاذ أثيل تسمعني الآن؟
أريد أسألك. نعم أسمعك. يعني أنا عندي نقطة نظام، حضرتك رئيس اللجنة الأمنية كمحافظ نينوى، لما الفريق مهدي الغراوي يقول احنا بالاصل من اللواء السادس بالفرقه الثالثه من الجيش، على الورق 2500 بالواقع 500، وانه تم سحب المشاة والمدرعات والدبابات في وقت سابق من الموصل الى الانبار، شلون حضرتك وافقت على هذا الاجراء؟ شلون خليت مدينتك من كل ما موجود بها من قوات عسكريه، ومن جهه ثانيه تقول لي طبعا الناس ما عندها اسلحه لان الاسلحه سحبتها اللجان الامنيه، ورئيس اللجنه الامنيه هو انت سياده المحافظ. انت تعطي موافقه على سحب الاسلحه من المواطنين من العوائل. الحقيقه موضوع رئاسه اللجنه الامنيه نعم. يعني موضوع هو يجب ان يعني يكون الحديث فيه بطريقه مختلفه. السيد المالكي لم يقبل بتفعيل اللجان الامنيه في المحافظات ابدا، بل كانت اللجان الامنيه هي مجرد صوره لا حقيقه لها. منع اي سلطه للمحافظات ليس فقط على الجيش وإنما حتى على الشرطة الموجودة، وكانت ترد الكتب لتمنع إعلام المحافظة بأي تحرك عسكري موجود أو أي شيء، بل حتى أن مجلس المحافظة قد طلب أكثر من مرة من قيادة العمليات إعلامنا عن الخطة الأمنية التي موجودة في قيادة العمليات لحماية المحافظة. كانت تمتنع قيادة العمليات عن إعطاء هذه الخطة الأمنية، وطلبنا هذه الخطة من وزارة الدفاع ومن القائد العام للقوات المسلحة، وكلهم رفضوا وقالوا بأن هذه ليست مسؤوليتكم. الصراع على الصلاحيات الأمنية كان واضحا خلال المرحلة الماضية ما بين السيد المالكي وكل المحافظات العراقية وليس فقط محافظة نينوى. فموضوع تحريك القوات هو بالتأكيد لم يكن بعلم المحافظة ولم نكن نعلم به، وجلب القوات نحن طلبنا جلب قوات إلى المحافظة، ولكن أيضا لم يكن يؤخذ برأي المحافظة في هذا الموضوع. الساعتين ايش قد كان موجود من قوات أمنية، ايش قد كان موجود ليلة سقوط الموصل، ايش قد كان موجود من قوات أمنية، العدد ولا يعني الحقيقة أنا لا علم لي إطلاقا، ما عندك عدد القوات الحقيقي، لأن لم يكن يسمح لنا أن نفتش هذه القوات أو أن نعرف ما هذه القوات. كل الذي نعرفه أن هناك وحدة معينة موجودة، مثلا اللواء السادس موجود في هذه المنطقة، كم عدد أفراد هذا اللواء، هذا أمر في داخل الجيش، يعني لم يكن يسمح لنا حتى بدخول هذه الوحدات العسكرية. طيب سؤال، يعني لنكن واضحين، لا حتى تصير يعني منو يتحمل المسؤولية؟ هذا بتوجيه من منو انه ما عندكم علم؟ توجيه من منو؟ من قائد قوات نينوى ولا توجيه من القائد العام؟ هذا احنا نريد نسألك ايش توصلت الى معلومة؟ لا هذا سبب هو يتحمل المسؤولية القائد العام للقوات المسلحة الذي جعل في العراق نظاما أمنيا غير صحيح، لم يعتمد على رأي الخبراء في هذا الموضوع، اعتمد على رأي بعض المنتفعين الذين كانوا يبيعون المناصب في بغداد، وبالتالي لا يريدون أي رقابة على هذه الأعمال العسكرية في داخل المحافظات، فبالتأكيد يتحمله القائد العام والقيادة العامة للقوات المسلحة. مكتب القائد العام في بغداد هو الذي يتحمل كل هذه المسؤولية. سؤال آخر، هؤلاء الذين في المحافظات قيادة العمليات هم منفذون لتلك السياسة التي أقرتها القيادة العامة للقوات المسلحة. سؤال، راح نذكر مرة أخرى بشهادة الفريق أول بابكر زيباري رئيس أركان الجيش، هاي شهادة مهمة. احنا ندعو للادعاء العام بالعراق الآن يفترض حاطين ورقة وقلم ويسجلون، لأن هذه أرواح بشر راحت، مواطنين. هذه قضية مو سهلة أن تسقط محافظة كاملة بإيد الإرهاب، وتداعيات على كل المحافظات العراقية من سبايكار كجريمة إلى كل اللي نعيشه اليوم. الفريق أول بابكر زيباري يقدم شهادة تاريخية بأنه رئيس أو القائد العام للقوات المسلحة رفض مبادرة رئيس إقليم كردستان، وأنه ماكو لجنة تحقيقية مع المقصرين، وأنه من نقل الرفض من المالكي لمقترح البارزاني هو سعدون الدليمي وزير الدفاع السابق وكالة والعضو الحالي في البرلمان. نتابع هاي الشهادة وناخذ تعليق الأستاذ ثير النجيفي. والله أنا أشهد لله ما كان أكو مؤامرة، ما كان. ليش أقول لك؟ محافظ موصل كان يصيح الله يخليك فت قوة،
حتى إذا بيشمركة ترى موصل راح يسقط. رئيس الأقليم طلب مني، شخصيا مني أنا طلب مني، قال موصل راح يسقط، خلي نضع خلافات جانبا، خلي يقبل رئيس وزراء أدس بعض ألوية إلى الموصل، لأن ما يوجد احتياط لدى الجيش العراقي في الموصل، وإذا سقط موصل كلنا نخسر، العراق راح تخسر. بس ما وافق لماذا ما أدري. نعم، يعني طرح الموضوع على رئيس الوزراء. ماذا عن التحقيق الذي أعلنه؟ ما كان اكو تحقيق، وين اكو تحقيق؟ لجنة تحقيقية يا لجنة، سمي لي اسم لجنة، ما أنا ما سمعت. كلام كان يعني ما كان اكو شيء يعني. طيب أنا رحت يم دكتور سعدون وزير الدفاع، قلت له هذا طلب من قائد مسعود، أرجوك تروح يم رئيس الوزراء تطلب منه. ما وافق، قال ما نريد بيشمركة يدخلون الموصل. طبعا إضافة لهذه الوثائق، نشر السيد أثير النجيفي وثائق أخرى عن مخاطبات تليفونية بينه وبين عدنان الأسدي وكيل الداخلية الآن عضو بالبرلمان. عرض لها زميل المخرج، يعني هاي بتاريخ 6 جون، يعني 6 حزيران، وهذه يعني سيادة المحافظ اللي باللون الأخضر خطك وإجابته باللون الأسود. نعم. بس جاوبني. الطالب منا الإعاز إلى قائد العمليات بالاتصال المباشر مع منسق الإقليم، وهو بانتظار اتصال والتنسيق، ولديه كل الأوامر، علما بأن هناك تعزيزات لقوات داعش من منطقة الجزيرة. هاي يوم 6 قبل السقوط ب3 أيام. هو رد عليك أخي لم تحصل الموافقة لحد الآن من القيادة المشتركة للعمليات لأنهم هم المسؤولون كما تعلم. وانطيني وجهة نظرك، ليش نشرت هاي الوثائق؟ شو تقول للناس؟ قلنا له انها اذا ماكو ارجع له زي المخرج الوثائق، خلينا نعرضها واحده. دعم لقوات اخرى مسانده. نعم. اي تفضل. اذا ماكو دعم قوات بيشمركة لازم تبعثوا لنا غير قوات. نعم. وش قال لك؟ يعني هذا هو كان يجاوب بشكل شخصي ولا يجاوب بشكل رسمي؟ لا طبعا بشكل رسمي. هو يعني هذا الإجابات كان حقيقة الرجل كان متحمس للقضية ويعتقد أنه لابد من الاستعانة بقوات البيشمركة، وذكر هذا الموضوع